ولهذا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في العين، قال: سهام تخرج من الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، فتصيبه تارة وتخطئه تارة، إلى أن قال رحمه الله: قال: وقد يصيب الرجل نفسه، فالعين حق، العين حق. ولهذا قال الله عز وجل عن يعقوب حينما قال لبنيه: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال ابن كثير ذكر ابن كثير عليه رحمة الله عن ابن عباس وعن محمد بن كعب والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم أنه خاف عليهم من العين. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما دعا كفار قريش إلى عبادة الله عز وجل أرادوا أن يثونه عن الدعوة إلى الله، فحاولوا أن يصيبوه بالعين. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي ينفذونك بأبصارهم، يعينونك بأبصارهم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وفي هذه الآية دليل أن العين حق وأنها تصيب وتؤثر. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. وجاء أيضا عند الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. وجاء عند ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من العين، استعيذوا بالله، فإن العين حق.